السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم من جديد في قناة أمي حبيباتي. اليوم البنات معكم ديليس أم وئام. غنقدم لكم واحد الكيك في هذا المول، صراحة كيجي أكثر من رائع. وهاد المولات البنات راه متواجدين في السوق، خصوصا كيجي المنظر الكيك، كيجي المنظر ديالو رائع بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. بالنسبة للمكونات البنات غادا نحتاج 5 البيضات يكونوا بدرجة حرارة ديال المطبخ. الا كان البيض عندكم كبير ديروا غير 4. هنا عندي كاس تاع الزيت، الكاس اللي دائما كنعبر به هو كاس تاع العنبة. عندي كاس ونص تاع السنيدة، وعندي كاس تاع الحليب. عندي واحد الفاني، وثلاثة ديال الخمارات، قبيصة ديال الملح، وعندي 2 حامضات. هنا البنات هذا كيك الحامض. هذا الحامض غادي ناخدو، غنحك ليه القشره ديالو في الحكاكه الرقيقه، وغنحصر هاد الحامضات. تقريبا غنحتاج واحد نص كاس اولا كاس لاروب ديال عصير الحامض. والدقيق غنعطيكم القياس ديال الدقيق بالضبط. غتاخدوا 3 الكيسان ديال الدقيق و3 الكيسان وربع ديال الدقيق. هنا البنات الكاس اللي كنعبر به هو كاس تاع العنبه، والدقيق يكون نوعيه جيده من الاحسن، يعني تخدموا بنوعيه جيده ديال الدقيق. غنبداو بسم الله على بركه الله. كناخذ انا واحد هكا تخدموا بالطراب الكهربائي او الخلاط الكهربائي اللي متوفر عندكم. هذا كيك ساهل البنات. غناخذ الخلاط، غندير فيه 5 البيضات كما قلت لكم يكونوا بدرجه حراره ديال المطبخ. السر ديال هاد الكيكه البنات باش ينجح معكم هي الطريقه. صافي هنا غندير واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي ناخذ هاد البيض غنخلطو مزيان. ضروري البنات طربوا البيض مزيان باش تنجح معكم الكيكه، ولا تخدموا بهكا الطراب الخلاط اليدوي اللي متوفر عندكم. صافي نطرب البيض مزيان. من بعد غنزيد ساشيه ديال الفاني. هنا البنات غندير الفاني واحد الساشيه اولا النكهه ديال الفاني اللي متوفر عندكم، وغندير كاس ونص تاع السنيده. انا هنا علاش غندير كاس ونص تاع السنيده؟ لانني غندير الحامض. الا ما كنتوش البنات غديروا الحامض كديروا غير كاس تاع السنيده، درتوا الحامض كديروا كاس ونص تاع السنيده. هنا غنزيد نص كاس. صافي ونكمل نخلط مزيان مزيان. هاد المكونات خاص الخليط يتخلط مزيان البنات، يعني باي خدمته بالخلاط اولا بهاد ولا بالطراب، المهم المكونات يتخدموا مزيان. بعد ما تخلط ليا البيض والسنيده غنبدا نضيف الزيت. وهنا الزيت البنات ما تضيفوش مره واحده. الزيت كتبداو تطربوا في الخليط، وكتبداو تضيفوا الزيت على دفعات بشويه بشويه باش هكا ما يطيحش لكم البيض والوصفه تجي ناجحه. صافي غنضيف الزيت بشويه بشويه، وغندير كاس تاع الحليب. كما قلت لكم الكاس اللي كنعبر به دائما هو كاس تاع العنبه. وغنضيف الحليب. انا هنا راه البنات راني كنضيف في الحليب والزيت، وفي نفس الوقت راني مخدمه الخلاط، غير انا ناقصه ليه من السرعه، يعني ما دايرش السرعه مجهده. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى يتخلطوا لي المكونات كاملين مزيان، وكنوضعهم في واحد الاناء. صافي ونستمر ان شاء الله نضيف باقي المكونات. صافي كما شفتوا هذا هو القوام ديال الخليط البنات بعد ما تخلط مزيان. هنا البنات راني عصرت هذوك 2 حامضات وحكيت القشور ديال الحامض. كناخذ منهم غير واحد المعلقه ديال الحامض، لان الحامض كان تبارك الله كبير. غناخذ غير واحد المعلقه كبيره، والحامض الاخر غنحتفظ به في المجمد. الوقت اللي احتاجيته غادي نلقاه. صافي وندير واحد نص كاس تاع الحامض. انا هنا درت غير نص كاس، هانتوما كتشوفوا معايا. اسمحوا لي البنات الا طولت عليكم الفيديو، ما بغيتش نسرع الفيديو باش هكا تشوفوا يعني الطريقه من الاول حتى الاخر. ما بغيتش نزرب يعني نسرع الفيديو باش هكا تشوفوا المكونات كاملين، خصوصا البنات المبتدئات واللي ما كينجحش ليهم الكيك. صافي هنا غنبدا نضيف الدقيق البنات كما قلت لكم 3 الكيسان وربع تقريبا بكاس تاع العنبه. انا عطيتكم يعني كاين البنات اللي كيقولوا لي يعني كيبغوا المكونات بالضبط، انا هنا درت لكم يعني كل شيء عبرت لكم، حتى من الدقيق عبرت لكم. صافي الدقيق ما تضيفوش في مره، ضروري تضيفوه على دفعات، وكتبداو تخلطوه هنا غير بواحد الخلاط يدوي اولا كنتو يعني دايرين الطراب ديال الضو، كتخدموا بالطراب ديال الضو غير كتنقصوا شويه من السرعه. صافي هنا غنضيف الدقيق كامل
وكنخلط مزيان مزيان. تخلطوا هاد المكونات حتى كينسجموا كما كتشوفوا معايا. صافي الخميره كنخليها اخر حاجه. كندير الخميره هنا، ندير 3 الخمارات لان المول واخا كتشوفوا هكاك المول راه عندي عالي. صافي غندير 3 الخمارات. الوزن ديالهم البنات 8 غرام. صافي نستمر في التخلاط. غنوريكم القوامه البنات ديال الخليط كيفاش كيكون. واخا الخليط كيكون خفيف راه الكيكه ما كتهبط ما حتى شي حاجه. غير تبعوا المقادير، ما تنقصوا حتى شي حاجه، ما تزيدوا حتى شي حاجه من عندكم باش الكيك ينجح ليكم. صافي هذا هو القياس البنات ديال الخليط. صافي المول غناخذ المول غندهنوا بواحد شويه الزبده وغنرشوا بواحد شويه دقيق. انا هاد المولات صراحه راه ما كيلصقوش، ولكن انا كنت باش نتفادى انه يلصق ولا شي حاجه ضروري كنبغي ندهنوا بشويه الزبده وكنرشوا بشويه الدقيق. هانتوما كتشوفوا الخليط البنات كيفاش داير. هو هذا البنات الخليط. هنا واخا كتبان لكم الكيكه خفيفه راه ما كتهبط ما حتى شي حاجه. صافي بالنسبه للبنات الطياب ديال الكيكه غندخلوها للفرن ديال الضوء 160 درجه 60 دقيقه البنات. واللي عندهم فران ديال الغاز تنقصوا العافيه مزيان وتخلوها طيب على خاطرها واحد الساعه الا روب وتخرجوها بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالها بعد ما خرجتها من الفران. كنحيدها انا وهي سخونه البنات. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم. وهنا غادا نزينها بتزيين بسيط. غندير لها غير سكر كلاصي اولا سكر سخيل كنرشوه هكا من الفوق وكل واحد يزين بالطريقه اللي بغى. يعني التزيين كيبقى اختياري. وهي الصراحه هذا المول يعني مزيان راسو. يعني ما تحتاجوا لا تزينوه ولا حتى شي حاجه. يعني كديروا كيكه ساهله دغيا. خاصه اللي كانوا جاي عندكم هكا الضيوف ولا شي حاجه جاي عندكم الناس على غفله دغيا كتوجد. ما كتحتاج لا شي مقادير كتار والطريقه سهله. صافي هنا غادي نرشها بواحد شويه سكر ثقيل من الفوق. واحد رشه خفيفه وما ترشوهاش حتى كتبرد. ضروري تبرد هكا باش داك السكر ما يذوبش ليكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا صراحه راه كتجي زوينه بزاف. غنقطعها معكم البنات باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو ما ينسانيش من البارطاج مع صحابكم وحبابكم وهكا باش القناه تكبر ويتعرفوا على ناس جداد. ونبقى نعطيكم هكا وصفات. واللي بغات اي طلبيه مرحبا بها. غنخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. تواصلوا معايا مرحبا بكم. بالنسبه للناس ديال حد السلام وبير جديد راه كندير الطلبيات ديال اي حاجه اللي بغيتوها. مرحبا بكم. دخلوا عندي الانستغرام وغتشوفوا ان شاء الله الخدمه ديالي كيفاش دايره. هذا هو الشكل ديال البنات بعد ما قطعتها. صراحه كتجي واحد الكيكه اللي كتجي خفيفه وكتجي قطنيه. يعني كتستاهل انكم تجربوها. وكيجي فيها داك المذاق ديال الحامض رائعه البنات. صدقوني غير جربوها بعينيكم مغمضين غتنجح لكم. خصوصا البنات المبتدئات اللي ما كينجحش ليهم الكيك. هذه راه يعني وصفه ناجحه ومضمونه 100%. وشكرا لكم بزاف البنات على حسن المتابعه. وخصوصا البنات اللي غيبقاو حتى اخر الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.